عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قصة من أجمل القصص اللي سمعتها عن الأمهات. سنة 1879 اتجوزت واحدة اسمها مبروكة خفاجة من واحد اسمه إبراهيم. كانوا من محافظة كفر الشيخ. إبراهيم كان يعني بيشتغل في أرض فلاح، يعني بس مش أرض بتاعته، كان بالأجر يعني. وبسبب ضيق الحال والأحوال المادية الصعبة مبروكة اتطلقت من إبراهيم، وكانت في آخر شهورها من الحمل. المهم سافرت مبروكة هي وأبوها على اسكندرية، وولدت هناك ابنها علي. ودخلته مدرسة راس التين في اسكندرية الابتدائية، وكانت بتضطر انها تبيع جبنة في شوارع اسكندرية عشان بس تصرف على ابنها وتعلمه. ولما ابنها اتخرج من المدرسة الابتدائية، ابوه عرف ان هو اتخرج خلاص من الابتدائية، يعني خد الشهادة الابتدائية، جه علشان ياخده يوظفه بالابتدائية. زمان كان الوظيفة بالابتدائية عادي. المهم بقى ابوه قاعد عايز ياخده عشان ياخده يوظفه. هي طبعا طموحها اكبر من كده، وكان عندها بعد نظر. الست دي سبحان الله، الست دي كانت امية على فكرة. المهم اضطرت تهرب من فوق سطح البيت هي وابنها عشان تاخد ابنها وتهرب بيه من اسكندريه للقاهره، عشان هي مش عايزاه ابوه ياخده ويبقى اخر تعليمه الابتدائيه. هربت للقاهره بيه واشتغلت عند ناس في بيت، وعشان تصرف على ابنها دخلته مدرسه الخديويه الثانويه، وبعدين اتخرج دخل كليه الطب، او هم زمان كانوا بيسموها مدرسه الطب، واتخرج منها كمان، وكان دكتور شاطر جدا. المهم في يوم بعد 15 سنه من تخرجه، السلطان حسين كامل عيا شديد، وما كانش حد عارف هو عيان ليه ولا فيه ايه. اقترح عليه واحد من اصدقائه ان في دكتور اسمه علي ابراهيم معروف جدا بشطارته، انه يجيبه ويكشف عليه ويشوف فيه ايه. وفعلا السلطان حسين كامل عمل كده، وجاب الدكتور علي ابراهيم يكشف عليه. اكتشف الدكتور علي ابراهيم ان السلطان حسين كامل عنده سرطان، وانه لازم يعمل عمليه خطيره ودقيقه. والسلطان حسين كامل وافق انه يعمل العمليه، واللي هيعملها له الدكتور علي ابراهيم، وفعلا عملها له والعمليه نجحت. والسلطان حسين كامل فرح جدا بالدكتور دوت، وعينه دكتور ليه شخصي، واداله رتبه البكويه. زمان البهويه زي ما احنا بنقول بالعاميه كده ما كانش اي حد بياخدها، لازم ده رسمي كده تتاخد من السلطان او من الملك اللي ماسك البلد. وخد رتبه البكويه وبقى دكتور مشهور والكلام ده. بعدها بفتره الملك فؤاد الاول اداله رتبه البشويه. برضو رتبه البشويه مش اي حد ياخدها، بقى باشا. الدكتور علي ابراهيم بقى باشا، وكان دكتور مشهور جدا ومعروف بشطارته. المهم ان هو اتعين في كليه الطب جامعه فؤاد الاول. هي تقريبا هي جامعه القاهره دلوقتي، بس كان يعني زمان اسمها جامعه فؤاد الاول. وتم تعيينه وزير للصحة، وفي نفس العام أسس نقابة الأطباء. هو اللي أسس نقابة الأطباء الدكتور علي إبراهيم. وطبعا بما إن هو اللي أسسها، يبقى هو كان نقيب عليها، يعني أول من أسس نقابة الأطباء وأول من كان نقيب للأطباء هو الدكتور علي إبراهيم، ده 1940. وهو كان أول دكتور مصري لكلية الطب جامعة فؤاد الأول. كان أول عميد لكلية الطب جامعة فؤاد الأول يكون مصري، هو الدكتور علي إبراهيم. وكان عضو للبرلمان كمان، ما شاء الله يعني. الله يرحمه ويرحم أمه بصراحة. يعني ده يعلمك قد إيه ست أمية ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب، فلاحة مطلقة، قررت إنها تشتغل عشان تصرف على ابنها، عشان هي شايفة فيه طموح، عندها طموح في ابنها، عندها أمل في ابنها. أي واحدة في مكانها في الزمن ده أو في أي زمن. تخيلوا واحدة مطلقة وهي حامل في الطفل الأولاني. أعتقد زمان كانوا أساسا بيتجوزوا 12 سنة و15 سنة. يعني هي زمان الست دي لما اتطلقت كان عندها 15 سنة، يعني كان قدامها 1000 فرصة إنها تتجوز تاني. سنها أكيد شبابها، ما عندهاش غير هو طفل واحد، يعني ما عندهاش اللي يصرف عليها ولا يعولها، فكانت أكيد هتتفكر إنها تتجوز. لكن هي رفضت إنها تتجوز، بالعكس قالت أشقى وأتعب عشان ابني يبقى شخص، يبقى راجل. الشخص اللي شقيت وتعبت عشانه تعبها ما راحش هدر، بقى عميد لكلية طب، بقى عضو في برلمان، بقى اشهر دكتور، خد البكوية والبشوية، وبقى اول نقيب للاطباء. ده اسمه يعني رنان كده، اسمه اتحط في حاجات مهمة. ست امية فلاحة مطلقة. تخيلوا ايه الام دي بجد، والله يعني تحية لكل ام زي الست دي. انا والله العظيم لما قريت القصة دي لازم كنت اقولها. انا قريتها امبارح بالليل، بس طول ما انا قاعده بفكر هي ما اتجوزتش ليه.
هي ما رمتش ابنها لابوه زي ما كلهم بيعملوا، مش كلهم طبعا، كتير من الستات، انا حلوه انا صغيره انا مش لاقي حد يصرف عليا وتروح راميه العيل لابوه. هي ما عملتش كده، بس اللي هي عملته فعلا طلع زي ما انا قلت في الاول عندها بعد نظر. قالوا لنابليون ايه اقوى او امنع الحصون للشرق؟ تتصوروا يقول ايه نابليون؟ قال لهم الامهات الصالحات دول امنع حصن للشرق، الامهات الصالحات. وما علشان كده الغرب دايما لما يحب يضرب مجتمع او يضرب دولة يضرب في المرأة، يجيب المرأة ارض جو. يجيبها ارض جو ازاي؟ يضرب في الثوابت بقى، ان الست ما تلبسش كويس، ان الست ما تبقاش عندها اخلاق، ان الست ما تبقاش محترمة، ان الست ترمي عيالها، يخلوا الست تتثقف ثقافات مش بتاعتها. فبالتالي هي الست هتطلع ايه غير ولادها؟ يعني الست بتطلع اجيال. يعني اذا الست الام باظت كل اللي جاي من بعدها بايظ. فعلا الام مدرسة فعلا والله، وهي اللي بتطلع الاجيال. لو الام صالحة كل عيالها يبقى صالحين، والعيال يطلعوا عيال صالحة وهكذا. لو الام بايظة اللي من بعدها هيبقى بايظ، واللي من بعده هيبقى بايظ، والجيل كله يطلع بايظ بايظ بايظ. الام هي الام. عشان كده يعني النبي وصى ان امك ثم امك ثم امك. هي الام، والله الام لو صالحه المجتمع كله يصلح. وعشان كده الام لما بتكون صالحه بتلاقي ابنها قد ايه بيبر بيها قوي، بيحبها قوي، لما بتبقى بتعمل عشان المستحيل زي الام اللي ذكرناها دلوقتي دي. يعني تحية لكل ام ضحت عشان ولادها بشبابها بصحتها بمالها ومجهودها وسعادتها وراحتها. تحية لكل الامهات دي والله العظيم. يعني انا قريت بوست كده من يومين قال لك لخص امك في كلمتين، فانا قلت يا الواحد هيلخص امه في كلمتين؟ بس لقيت ان الواحد ممكن يقول امي ام مثاليه، وده بقى يعني فيها كل حاجه. ما هي الام المثاليه دي هي الام اللي عملت عشان عيالها كل حاجه. انا لخصت امي كده، امي مثاليه. انا ما اعرفش والله يعني الناس اللي هيتفرجوا على الفيديو ده لو هيكتبوا لي تعليق يكتبوا لي تعليق عن امهم او عن اي قصه فيها الام ضحت. مش عايزه اسمع قصص عن امهات يعني مش كويسه، امهات رمت عيالها، عشان دول انا شفتهم بعيني ومش عايزه انا اشوفهم تاني. انا عايزه اسمع قصص عن امهات ضحت بنفسها، امهات عملت عشان عيالها اللي ما يتعملش. قصه شبه القصه اللي حكيناها دي، انا نفسي اسمع من القصص دي كتير عشان احس ان لسه في امهات عندها قلب ورحمه على عيالها. اللي عامل تعليق عن قصه او يحب يتكلم عن امه او يذكر اي تعليق حلو عن ام شافها او عن امه يكتب لي في التعليقات. تحيه لكل ام يعني ربت، تحيه لكل ام ضحت، تحيه لكل ام تحت اقدامها الجنه، تحيه لكل ام تحت اقدامها الجنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.